بص كويس وركز في كل كلمة هقولها. الصور اللي انت شايفها دي مش حظ، دي طريقة، ولو فهمتها ممكن تعمل فلوس منها. انا عامل جروبات على التليجرام هتلاقي فيها كل حاجة، شرح من الصفر للاحتراف، برامج مدفوعة ومهكرة، وادوات محدش بيقولك عليها بس مش لأي حد. لو عايز تدخل اعمل لايك واشتراك واكتب في الكومنت AI وكمل الفيديو للنهاية، لاني هقولك فين اللينكات دلوقتي. ركز، لان اول غلطة بتضيع 90% من الناس، وأول غلطة بتقع فيها ناس كتير هي إن هما بيعملوا زي الصورة دي. أكبر غلطة. أهلا بيكم في هذا الفيديو التعليمي السريع. إنك تكتب حاجة زي شاب واقف. يعني إيه شاب؟ الذكاء الاصطناعي مش هيخمن، لازم تقوله كل حاجة، كل تفصيلة، كل حركة، كل إحساس. كل ما كلامك كان ضعيف النتيجة هتبقى ضعيفة، وده اللي بيخلي ناس كتير تفشل. وتقول الذكاء الاصطناعي مش شغال؟ لأ، المشكلة فيك انت مش فيه. طيب الحل؟ بص بقى على الفرق. السر كله في التفاصيل اللي بتديها للذكاء الاصطناعي. بدل ما تقول مجرد كلمة شاب وتسكت، الموضوع محتاج تحديد اكتر بكتير. قول شخص بملامح واضحة وركز على تفاصيل الوجه عشان النتيجة تطلع حقيقية. حدد كمان لابس ايه، زي جاكيت بيج واسود مثلا، ده بيفرق جدا في الشكل النهائي. وزود انك واقف في استوديو بإضاءة سينمائية، الإضاءة هي اللي بتصنع روح الصورة. حدد تعبير وشه، هل هو مبتسم، جاد، وحتى حركة ايده بتشاور لفين. وما تنساش الخلفية هي اللي بتكمل القصة وتخلي المشهد متكامل. كل ما تزود تفاصيل دقيقة الصورة بتقرب من الواقع اللي في خيالك أكتر وأكتر. وهنا بقى السر، الذكاء الاصطناعي مش بيفكر من نفسه، هو بينفذ أوامرك وبس. يعني أنت المخرج الحقيقي، وأنت اللي بتتحكم في كل تفصيلة وكل حركة في الفيديو. طيب تفتكر إيه هي المكونات التانية اللي تخليك تكتب برومنت احترافي فعلا؟ قولولنا في التعليقات. ايه برومنت احترافي بيساوي 5 عناصر بس، اسمعني كويس. اول حاجة الشخص، لازم تحدد ملامحه وتفاصيله بدقة. تاني حاجة المكان، البيئة المحيطة هي اللي بتدي للصورة روح. تالت حاجة الإضاءة، هي السر في جودة وتجسيم أي صورة. رابع حاجة الجودة، الكلمات التقنية اللي بتخلي النتيجة سينمائية. وخامس حاجة التفاصيل، هي دي اللي بتفرق بين صورة عادية وصورة حقيقية. لو نسيت عنصر واحد من دول النتيجة النهائية هتكون ضعيفة جدا ومش احترافية، لكن لو جمعتهم صح هتوصل لمستوى خرافي ومبهر لكل اللي يشوفه. وده بالظبط الفرق بين المبتدئ والمحترف في عالم الذكاء الاصطناعي. بس استنى، في سر أخطر بكتير من كل العناصر اللي قلناها دي. جربت تسأل عنه؟ السر ده هو اللي هيخلي صورك تبان حقيقية 100%. ولو وصلت لحد هنا فأنت فعلا مهتم تتعلم صح. بص بقى، انا سايب لك لينك صفحتي على الفيسبوك، هتلاقي عليها كل لينكات الجروبات على التليجرام. وده مش مجرد جروب وخلاص، انا هناك بتابع معاك خطوة بخطوة. هتلاقي كل البرامج المدفوعة بنسخ مجانية وشروحات لكل برنامج بيشتغل ازاي بالتفصيل. يعني مش هتتوه ولا هتحتاج تدور لوحدك. ولو معرفتش توصل لجروب، بسيطة، اعمل اشتراك ولايك واكتب في الكومنت AI، وساعتها أنا بنفسي هوصلك لكل حاجة. أفتكر أنت المستفيد الحقيقي من كل ده، ومش هتلاقي حد يتابع معاك بالشكل ده بسهولة. ابدأ من دلوقتي وخد أول خطوة في طريق الاحتراف. مستنيك معانا، ويلا انضم لنا وكون أول محترف ذكاء اصطناعي.